افير الصاد. اكيرا تورياما هو المؤلف ديال واحد من اشهر الانميات، لا، واحد من اشهر الرسوم المتحركه في العالم اللي هو دراغون بول. وهذا العمل بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا في الانيم كيسميو او كيقولوا ليه الاب الروحي او العراب ديال انميات شونين. وانميات شونين هما الانميات اللي موجهه للمراهقين بحال وان بيس، ناروتو، وهانتر اكس هانتر. وحسب الفانز ديال دراغون بول فكون ما كانش دراغون بول او دراغون بول بجوج النطق ديالهم صحيح باش ما يجيش يجي واحد في الكومونتير يقول لي كتقول لي اتس دراغون بول باللغه الانجليزيه، ودراغون بول بالدارجه كنطقوا هكا ولا دراغون. علاش؟ والله ما عرفنا السبب والله. وحسب الفانز ديال دراغون بول فكون ما كانش دراغون بول فالنص ديال اعمال شونين او شونين كامل كيف ما كنعرفوه دابا ما كانش غيكون. بمعنى اخر الا كان دراغون بول موجود فانميات شونين كيكونوا موجودين. مثلا واش غنبينوا لك واحد المعادله افتراضيه ديالي، مثلا الا قلنا دراغون بول تساوي مثلا واحد، فهذا غادي يؤدي لان الشونين يساوي واحد، وبالتالي فواحد ديال دراغون بول بطبيعه الحال غيؤدي لوجود واحد، او واحد غتساوي واحد، حيت دراغون بول الوجود ديالو كيؤدي الشونين انه يكون. ولا ما كانش دراغون بول فانميات الشونين ما غيكونوش موجودين. اذا مثلا اذا قلنا ان دراغون بول كيساوي صفر فهذا غيؤدي لان الشونين يساوي الصفر، وبالتالي فالصفر يساوي الصفر، حيت صفر او لا شيء عمره هو ما غيعطيك شي حاجه. يعني دراغون بول كيضمن وجود انميات الشونين، واللي كيف ما شفنا في المعادله ان واحد ادات لوجود الواحد، وعدم وجود ديال دراغون بول لا يضمن وجود انميات الشونين. وكيف ما شفنا بطبيعه الحال الصفر كيساوي الصفر، لا شيء او عدم وجود دراغون بول غيؤدي لعدم وجود انميات الشونين. ونزيدك واحد المعلومه، لو كان انميات الشونين انسان كان غيقول انا افكر، اذا دراغون بول موجود. السؤال المهم اللي باغي نطرحه في هذا الفيديو، واش هذا الشيء بصح؟ واش دراغون بول اثر على الصناعه ديال الانيم لهاد الدرجه اللي نقدروا نقولوا انه كون ما كانش دراغون بول ما كانش غيكون وان بيس، ناروتو، بليج، ماي هيرو اكاديميا، جوجوتسو كايسن، او هذا الشيء ما منه والو، غير الفانز ديال دراغون بول الله يهديهم كيزيدوا فيه غير باش يبينوا زعما دراغون بول انه داك الانيم العظيم اللي انسبيرا جيل من الانميات. مستر فيرتاتو. كيف ما قلت في الاول اكيرا تورياما هو المؤلف ديال دراغون بول، وفيما كتجبد السميه ديالو اول حاجه بنادم كيفكر فيها هو اشهر عمل ليه اللي هو دراغون بول. ولكن قبل ما اكيرا يقاد دراغون بول فراه كان عنده واحد العمل اخر اللي هو دكتور سلامب. المانجا كدوي على واحد العالم اللي غادي يحاول انه يقاد روبو اللي بنت اللي سميتها اريل نوريماكي، والمانجا كتركز على المغامرات ديال اريل في البلده ديالها. هاد المانجا واخا ما معروفاش عندنا وما حصلاتش او ما كانش عنده واحد النجاح على الصعيد العالمي بحال شكل دراغون بول مس وورلد، ولكن راه كان عنده واحد النجاح كبير في الجابون، واكيرا خدا عليها بزاف ديال الجوائز بحال الجائزه ديال الشوغاكوكان اللي هي افضل جائزه تقدر تعطى لشي مانجا. وفاش خرج دكتور سلامب انيم كانوا المشاهدات ديالو في الجابون طالعين. المانجا ديال دكتور سلامب هي اللي بينات وشهرات اكيرا تورياما، وقدر نقول لك انه كون ما كانش المانجا او النجاح ديال دكتور سلامب ما كانش غيكون دراغون بول، صدق او لا تصدق. اللي خلات المانجا ديال دكتور سلامب انها تنجح هذا النجاح الكبير هو انها جابت شي حاجه مختلفه ما كانش في العالم ديال المانجا. دكتور سلامب هي قصه كوميديا، وبطبيعه الحال قبل من دكتور سلامب كانوا بزاف ديال القصص الكوميديين في العالم ديال المانجا، ولكن دكتور سلامب كان جمع بزاف ديال الحوايج اللي خلاها انها تبان مختلفه. بحال مثلا ان الشخصيات كانوا كيعترفوا بانهم شخصيات خياليه، وكانوا كيهرسوا داك الجدار الرابع اللي كيفصل ما بين الجمهور والشخصيات الخياليه، بحال الشكل ديال ديدبول اللي بعض المرات في الافلام او حتى في الرسوم او حتى في القصص المصوره كتحاول انها تدوي مع القارئ او المشاهد. زيد على انها كانت كتجمع ما بين الكوميديا والخيال العلمي، كانوا فيها سيناريوهات اللي غريبين وفي اشكال، وكانت مانسبيريه من الثقافه الغربيه وكتدخل ديك الكوميديا الغربيه في القصص ديالها. من بعد ما سالت المانجا ديال دكتور سلامب ومن بعد ما عطات الثقه لاكيرا تورياما، اكيرا تورياما غيحاول انه يقاد مانجا جديده اللي غتكون كوميديا وفيها ايضا الاكشن، وفيها واحد الحاجه اللي اكيرا تورياما فان ديالها واللي هي
المارشال آرتس أو باللغة العربية الفصحى فنون قتال مختلطة. كاين فرق كبير ما بين دراغون بول و دراغون بول زي، حيتاش دراغون بول زي واخا فيه شويه ديال الكوميديا ولكن كتحس بان القصه جديه نوعا ما وكتركز اكثر على الاكشن، ولكن دراغون بول اللي فيه غوكو باقي صغير كان كيمزج ما بين الكوميديا والاكشن والجديه، زائد ان الرسم ديال الشخصيات كان كوميدي وهزلي، والشخصيه ديال غوكو كانت شخصيه اللي سامبل ما معقداش مثلا كتابيا وكانت مكلخه ونيه، ومنين تنقول نيه فراه كانت نيه ديال بصح. You let me have your Dragon Ball, and I'll let you have a little peek. What do I care about seeing your dirty old fanny? ديال بصح. Daughter, does that mean you're a girl? Yep, thought so. ديال بصح. Gosh, how sad. These girls must be poor. They can't afford clothes. هاد القضيه في ديك الوقيته ديال دراغون بول كانت في شكل، لانه اغلبيه ديال الانميات او المانجا ديال الاكشن كانوا كيكونوا يا جديين وما فيهم حتى شي ذره من الكوميديا بحال الشكل ديال السيف النار وسينسيا، او كيكون فيهم داك المزج ما بين الاكشن والكوميديا، والقصه كتكون كتميل للكوميديا اكثر وكتكون سامبل بحال الشكل ديال ينبوع الاحلام. اما دراغون بول فواخا كان عمل لي كوميدي والرسم ديال الشخصيات ديالو هزالي، فرا كانوا كيطروا فيه شي لقطات وشي لحظات كيكونوا فقط في دوك الانميات اللي كيكونوا جديين والانميات اللي كيكونوا بعقلهم. وفي هذه القصه ديال دراغون بول طرات شي حاجه اللي عمرها ما طرات في شي انيم ديال شونين من قبل، واللي هو ان الكاركتير الرئيسيه اللي هي غوكو كانت كتطور وكتكبر بين دري صغير اللي نية الشخص اللي مراهق لدري كبير مزوج وعنده ولد. منين دراغون بول سالا خرج واحد الجزء جديد اللي هو دراغون بول زي، واللي كان فيه تغيير كبير في السلسله بحيث ان القصه ما بقاتش فيها هذيك الكوميديا اللي كنا كنعرفوا، ولات القصه فيها دراما اكثر وكتركز على الاصل ديال سون غوكو. وفي هذا الجزء الثاني ديال دراغون بول اكيرا تورياما غيزيد واحد العناصر لانميه شونين من هنا لقدام غيشدوا السيلو ورقه وغيحاولوا انهم ينقلوهم ويحطوهم في الانميات وفي المانجات ديالو، بحال الكاركتير ديال فيجيتا اللي كانت في الاول شخصيه شريره واللي باغا تربح سون غوكو، واللي من بعد غادي تحول لشخصيه مساعده وكتعاون البطل. التطور ديال غوكو تدرج في القوه ديالو من الكيوكين للسوبر سين 1 2 3 4 الى اخره، ولكن حاليا باقي ما عطيت حتى شي دليل على الصحه ديال هاد الهضره. واش بصح انميات شونين مانسبيرين من دراغون بول ولا هادي اكبر كذبه في التاريخ ديال الانمي؟ شونين جامب هي المجله اللي كانت شاده دراغون بول، وبسبب المانجا ديال دراغون بول هاد المجله ناجحه، حيت من نهار بانت المانجا ديال دراغون بول في المجله ديالها في 1984 والمبيعات ديالها طالعين. غير هو فاش غيسالي دراغون بول في 1995 المبيعات ديال شونين جامب لانه الاغلبيه كان كيشري المجله باش يقرا دراغون بول. وهنا غيجيو الثلاثه الكبار او كيف ما كيقولوا بالانجليزيه ذا بيج 3 اللي هما وان بيس ناروتو وبليش، اللي صراحه انا ما عرفتش علاش بليش معاهم لان بالنسبه ليا بليش ما مانغا ما ذا بيج 3 كيتسموا بهذا التسميه حيت من بعد دراغون بول هادو هما الاعمال او المانغات اللي غيعاونوا شونين جامب في المبيعات ديالها. دابا غنشوفوا واش بصح دراغون بول ما انسبيري الثلاثه الكبار او لا. لوفي هو واحد الشخصيه اللي سامبل ما معقداش، عاطيها غير الضحك والطنز والماكله، ولكن في المطايفه كتبان واحد الشخصيه اللي سيريو وكطايف من نيتو كتولي ذكيه في المطايفه. نفس الكاركتير ديال غوكو اللي هو سامبل كتابيا ما معقدش، عطاه غير الضحك والقص، ولكن في المطايفه ما يعقلش عليك. زائد ان لوفي في السميه ديالو حيت السميه الكامله ديالو هي مانكي دي لوفي، يعني فيه مانكي اللي هي قرد، وغوكو فاش كان باقي صغير كان عنده واحد الزنطيط حاجه واللي كان كيخليه انه يتحول لمانكي. لوفي عنده واحد التحولات اللي كيبانو تدريجيه اللي هو الجير الثاني او الجير سكاندو. سلام كوكو صافا عندي التستوستيرون تاعي ما يحطوكش مع دريكم ما جير سكاندو، جير ثيرد ولا ما نعرف، الجير 4 والجير 5. كيف ما غوكو تا هو عنده تحولات تدريجيه، في الاول كيبدا بالكيوكين، من بعد سوبر ساين 1 سوبر ساين 2 3 4
الى اخره. لوفي في الاول غيتلاقى مع واحد الكاركتير اللي سميتها زورو، اللي في الاول زورو ما كيكونش عنده مع لوفي وما تيحملوش، ولكن من بعد لوفي وزورو غيكون واحد الصداقه ما بيناتهم وغيوليو تيخدموا مجموعين او في طاقم واحد، وزورو غيولي هو ثاني اقوى شخصيه من بعد لوفي في الطاقم ديال لوفي بطبيعه الحال. وهادشي كيشبه كيف ما غوكو في الاول كتلاقى مع فيجيتا واللي كانوا اعداء وما كيحملوش بعضياتهم، عرفتش كيفاش نقول، المهم ما كيحملوش بعضياتهم وكانوا طايفوا. من بعد فيجيتا غيولي الصديق ديال غوكو وغيتعاونوا وغيولي فيجيتا هو ثاني اقوى شخصيه في العالم ديال دراغون بول من بعد بطبيعه الحال غوكو. لوفي السميه ديالو فيها دي، حيت السميه ديالو كامله هي مانكي دي لوفي، وفي العالم ديال وان بيس الناس اللي عندهم دي في الكنيه ديالهم او في السميه ديالهم كيتعتبروا اشخاص مميزين، وكاين اللي كيقول انهم شخصيات خطيرين، وكاينين اشخاص اللي يقدروا يقتلوا شخص فقط حيت عنده دي في السميه ديالو. وهذا الشيء كيشبه غوكو، حيت غوكو من ساينس، وفي العالم ديال دراغون بول او دراغون بول ساينس هما شعب مميز، شعب اللي يقدر يولي قوي ومن اقوى المخلوقات في العالم. والشخصيه ديال فريزا كانت كتقتل الناس اللي من ساينس لدرجه انه دمرت الكوكب اللي عايشين فيه ساينس فقط حيت كان خايف منه. اذا وان بيس انسبيري من دراغون بول. ناروتو كيلبس الليموني، غوكو كيلبس الليموني. ناروتو عنده واحد الثعلب في الداخل ديالو اللي في الحلقه الاولين او في الجزء الاول ديال ناروتو ما كيكونش كيقدر يتحكم داك الثعلب، وداك الثعلب كيبدا يخرج كيبدا يطايف به وكذا. زايد ان في الحلقه الاولين ماشي في الحلقه الاولين لا المهم زايد ان ذاك الثعلب اللي داخل ديال ناروتو كان سبب في الموت ديال باه. وغوكو فاش كان صغير وفاش كان عنده زنطيط حاشاك كان شنو كان كيخليه انه يتحول لقرد كبير، وهذا القرد الكبير اللي كان تحول لكوكو فاش كان باقي صغير كان سبب في الموت ديال با بالتبني. حيت المهم كوكو فاش كان صغير كان طاح من واحد الكوكب، المهم كان طاح كان جا الكوكب الارض وهو يطيح، وواحد خونا لقاه وغادي يتبنى وغيولي هو الاب ديالو، وكوكو قتلو. ناروتو عشيرو اللي هو ساسكي في الاول ما تيحملوش، زعما ناروتو ما تيحملش داك خونا، ما كيتصرتش ليه، هادي كتكون وهله ليه هنايا. من بعد غيدوزو الحلاقي وكذا وغيوليو عشران واصدقاء وبجوج تيطايفوا مع الاعداء وكذا. زايد ان ساسكي كان كيلبس الزرق، زعما بلا ما نشرح زعما فهمتي باينه فهمتي. الاستاذ ديال ناروتو هو واحد الشخص اللي زهوان مكبوت ومنحرف، وغادي يعلم ناروتو واحد التقنيه اللي في شكل زرقاء سميتها راسينغان. زائد انه كان كيعرف الاب ديال ناروتو، والمدرب ديال غوكو هو واحد خونا اللي منحرف زهواني مكبوت، وغادي يعلم غوكو واحد التقنيه زرقاء اللي سميتها الكاميهاميا. زائد ان هاد خونا اللي هو المدرب ديال غوكو كان كيعرف الاب ديال غوكو، زعما الاب ديالو بالتبني، حيت كيف ما قلت ديك المره زعما راه كان المهم غوكو زعما هبط في واحد اللعيبه وطاح ولعيبه. التحول ديال ناروتو كيخليه انه يولي صفر، والتحول الاسطوري ديال غوكو كيخليه انه يولي شعره صفر. اذا انت ناروتو انسبيري من دراغون بول. الشخصيه ديال اتشيغو من بليش عندها واحد التحولات اللي اش كنقولوا لها باللغه العربيه متتالي، زعما واحد التحول في شكل من بعد كيزيد بواحد التحول اخر من بعد تحول اخر من بعد تحول اخر. بس الحاجه ديال غوكو عنده تحول سوبر سين 1 2 3 4 كاع لعيبات كذا. اهم شرير في بليش وافضل شرير في بليش عنده تحولات تدريجيه عاد كيوصل لواحد الفورمه اللي هي البيرفكت او اللي هي الكامله او هي اللي مفرقعه. نفس الحاجه كنطابق على افضل شرير في دراغون بول اللي هو فريزا اللي كيدوز بزاف ديال التحولات عاد كيوصل للطوب ديالو. في بليش كاين واحد الكونسيبت اللي سميتو الرياتسو اللي هو بحال قلتي طاقه داخليه اللي كتخليك انك دير دوك ليفي ودوك اللعيبات داك الطايفه دابا باش كيطايفوا بالسيف وداك القوه الخارقه ديالهم تكون عندهم داك الرياتسو بحال اللي كيخرجوها وما عرفتش كيديروا لها، هي اللي باش كتمكنهم من يديروا داك التخربيق ديالهم الطايفات كذا بوفوار ولعيبات. نفس الحاجه كنطابق على دراغون بول اللي عنده واحد الكونسيبت اللي سميتو
الكي. وهذا الكي واحد المصدر طاقة داخلي اللي كيخليك أو كيمكنك من أنك تبقى طير ودير ديك اللعبة تلقاو بشع هذا. المهم راك فهمتي الباب. اذا بليش مانسبيري من دراغون بول، وحتى على بالك هذا الشيء فيه ضغول وغير زدت فيه فرا الكتاب ديال بليش وان بيس وناروتو كيعترفوا بالفضل ديال اكيرا تورياما ودراغون بول في النجاح ديالو. اتشيرو اودا المؤلف ديال وان بيس كان قال كون ما كانش دراغون بول ما كنتش غنكون في هذه المكانه اللي فيها انا. ماساشي كيشيموتو المؤلف ديال ناروتو كان قال تأثرت بدراغون بول، كنت كنقرا المانجا ديالها منين كنت صغير، والخدمه ديال تورياما كان عندها تأثير كبير عليا منين بديت نرسم المانجا. تيت كوبو اللي هو المؤلف ديال بليش اللي هو ما انيم ما مانجا ما كان قال منين كنت صغير كان عزيز عليا دراغون بول. الشخصيه ديال تورياما كان الديزاين ديالهم سامبل ولكن قوي، وتعلمت بزاف ديال الحوايج فاش كنت كندرس الخدمه ديالي. دراغون بول هو ماشي شي عمل لي مثالي او بيرفكت او افضل حاجه دارت في اني، واللي قال لك العكس فراه غير كنت نقول شي حاجه ما عرفتش شنو، ولكن التميز ديالو في ديك الفتره خلى انه ياثر على بزاف ديال الانميات والمانجات، وخلاه انه يدير ثوره في الكتابه ديال المانجا ديال الشونين. انا بالنسبه لي اكيرا تورياما فاش قاد المانجا ديال دراغون بول ما قادش فقط مانجا ديال الاكشن، وانما قاد مانجا كتحتوي على الاساسيات ديال كيفاش تقاد مانجا او انمي ديال الشونين ناجح. وهادشي اللي كيخلي ان المانجا او الانيم ديال دراغون بول انه تعتبر مرجع لاي واحد باغي يقاد شي شونين واعر، حيت بطبيعه الحال فيه كاع الاساسيات لاي شونين كاين فيه. وهاد الاساسيات اللي حطهم او سطر عليهم دراغون بول هما الشخصيه البطله الهزليه، التحولات المختلفه للبطل ديال القصه، الاكتشاف ديال البطل انه شخصيه مميزه على الاخرين، الشخصيه الشريره اللي كتحول صديق، المزج ما بين الكوميديا والاكشن واللقطات الجديه، وبزاف ديال الحوايج اللي صراحه ما فيه اللي يقولهم كاملين. صافي الفيديو طوال. بارك.